مبروك يا سويسرا، رجعوك البيت. اه بقى انا رجعتني تاني، ردتني. انت عارف في كميه تعليقات جت وعاد الله الاسبوعين اللي فاتوا دولت، وبعتوا البيانه ورجعت سويسرا انت رماها في الشارع. يا جدعان على النعمه اللي لو عاوز اخش البيت وهي تخرج مني هتخرج، بقى انا غلبان. عمرها ما تقول لكم، بس انا لما بكون زهقان ولا متخانق ولا عارف ان انا اعمل مشاكل بروح اقعد لوحدي، بعيش لوحدي لحد ما بهدى ونفسيتي تهدى وبرجع. عشان ممكن انا في ساعه زهق ادمر الدنيا وادمر حياتي بحالي. فالناس اللي بتتكلم كتير وبتخف كتير، ريح. ريح عشان الجو مريح، ريح عشان في وش وفي زعبرين. انما هي ولا عمرها قالت لي ما ترجعش البيت، ولا عمرها ما قالت لي ما تخش البيت، دي ما تحصلش. اجدع، جدعه وبنت حلال وكل حاجه، بس هو سوء تفاهم بيبقى بيحصل ما بين اي حد. انما هي كجدعه اقسم بالله ما في اطيب منها ولا اغلب منها من اخر. اتكلم عن النتيجه بتاع ثالثه ثانوي وظهرت. هو انت شايفني وزير التربيه والتموين؟ انا مالني يا عم ومال الحوارات دي؟ يا عم انا داعي لكم على فكره، والله انا داعي لكم. قلت لكم روحوا شالوا مدرسين يجوا مبرشمين مدريانين. اشوفكم زي نجيب زويل ولا احمد محفوظ. اشوفكم رجال اعمال ترفعوا من راسنا كده زي احمد سويرس ونجيب ابو هشيم. شايفني ثانوي؟ انا خريج قد ده يا اسطى. يا عم بس ربنا يكرمهم عشان خاطر اهلهم والمصاريف احسن. المصاريف بتاع الثانوي والدروس الخصوصيه غاليه قوي. فالف مبروك لكل واحد نجح، واشوفك في اعلى مراتب باذن الله.